حياكم الله. الآن وبعد ترشيح الإطار التنسيقي للسيد علي الزيدي لرئاسة الحكومة القادمة، شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير كالتالي: راح يروح علي الزيدي بكتاب الترشيح مالته إلى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هنا راح يكلفه رسميا، يكلف علي الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة القادمة، يقول له هذا كتاب التكليف وروح، هاي إلك شهر تختار بيه حكومتك وتجيبها للبرلمان يصوتون عليها. تروح تجيبها بيوم، باسبوع، ب10 أيام، بشهر، المهم ما تتجاوز مهلة الشهر. تروح تجمع الوزراء مالتك، تختارهم وتجيبهم وتجي للبرلمان، تعرض حكومتك على البرلمان. يابا هاي الحكومة مالتي، البرلمان صوت بالموافقة، مشيت انت وحكومتك. البرلمان ما صوت بالموافقة لا ورفضك انت والحكومة مالتك، هنا شي يسوي؟ يرجع رئيس الجمهورية يطلب من الكتلة النيابية الأكثر عددا ترشح لها أو تقدم له مرشح جديد آخر، وهم ينطي مهلة شهر يشكل الحكومة القادمة.